فعلمت ان الحسين قتل. زين، اول من سجد على هذه التربة الامام الرابع، الامام زين العابدين سلام الله عليه. اول من صلى على تربة الحسين الامام السجاد، لما وارى اباه في قبره اخذ من تراب القبر، ولما رجع الى المدينة صنع منها اقراص يسجد عليها، وصنع منها مسبحة يسبح بها. فاذا اول من صلى على تربة الحسين الامام زين العابدين، الامام الرابع من ائمة المسلمين. هاي التربة هواية شريفة، هواية مقدسة، تربة الشفاء، تربة السجود، تربة الدفن. ولذلك اتخطر في الحادثة تاريخية ذكرها المؤرخين، يقولون سرقيون ابن حنا هذا طبيب الرشيد، هذا مسيحي، كان مسيحي. يقول فد يوم ود علي موسى ابن عيسى جوف الليل، طبيب هذا. سرقيون ابن حنا هذا طبيب الرشيد، هذا مسيحي، كان مسيحي. يقول فد يوم ود علي موسى ابن عيسى جوف الليل، طبيب هذا. ود علي موسى ابن عيسى وجيت، قال موسى ابن عيسى يدعوك. يقول اجيت الدارة لقيت الرجل مخالط عقله مخالط، وبحالة موت. قلت لهم ما في هذا الرجل، شبيه هذا؟ التفتوا لي جماعة اللي يمه، قالوا والله هذا قبل ساعتين كان قاعد بمجلس من اعوان الخليفة، من اعوان الرشيد، من رجال الدولة، قاعدين جماعة بالمجلس، وتعرف المجلس يخوض بشتى انواع الاحاديث، وصلوا بحديثهم الى تربة الحسين. فد واحد قال والله انا عندي بن تربة الحسين جايب من كربلاء، اذا مرضت اخذ بمقدار الحمصة واضعه مع الماء واشرب فاعافى. قال انت عندك من التراب هذا؟ قال نعم. قال له ما تجيب لي اياه. فاتى بقسم من التراب فوضعه في دبره استهزاء به. ما كان الا ساعة واذا به يقذف احشاء وطاح على الارض. قالوا لها قبل ساعتين كان من اصح الناس والان صار الى ما ترى. بكت عالجة، نظر لهم والله انا الا ان اكون المسيح عيسى، الا اصير يعني المسيح عيسى واحيي اموات. انتظرناه ساعة ثم عجل الله بروحه الى جهنم. مات، راح، استهزأ بتربة الحسين بن علي بن ابي طالب. جعل الله الشفاء في تربته والدعاء تحت قبته والأئمة المعصومين من ذريته. الإمام علي الهادي سلام الله عليه مرض بسر من رأى سامراء. مرض الإمام، طبعا لأبو هاشم الجعفري طبعا الإمام، لما قعد أما قال له كيف حالك؟ حمد الله، ثم طلع له دنانير. الإمام الهادي طلع له دنانير، قال له خذها وادفعها إلى رجل يمضي إلى الحير، يعني الحائر الحسيني، يدعو الله لي بالحير، بالحائر الحسين. يقول أنا طلعت، لما طلعت والمني واحد اسمه علي بن بلال، قال لي ما عندك؟ قلت له والله الإمام علي الهادي مريض وانطاني دنانير كنا انطيها الى واحد يروح يدعو الله له بالحائر الحسيني. التفت له قال له اسألك؟ قال له نعم. قال له اوليس هو الحائر هو امام معصوم، والمدفون بالحائر هم امام معصوم، ليش هو ما يدعو روحه؟ ليش يودي له واحد الى كربلاء الى الحائر الحسين يدعو الله وهو يدعو روحه؟ هو امام وذاك امام، المدفون بالحائر امام وهذا عم امام. يقول دخلت الحكاية بذهني، شوف الصحيحة هذه، رجعت للامام
قلت له سيدي يا ابن رسول الله، انا اكو واحد اشكل علي اسمه علي بن بلال. قال له شنو اللي اشكل عليك؟ قال لي يقول انه هو امام والمدفون بالحائر امام. قال له صحيح هذا اللي تقوله، تمام، ولكن بقاعا جعلها رمزا لقبول الدعاء. الله جعل هالمكان رمز لقبول الدعاء واستجابة الدعاء تحت قبة الامام ابي عبد الله الحسين بن علي. قال له وليس النبي محمد كان يطوف بالبيت وهو افضل من البيت، وكان يقبل الحجر الاسود، يقبل الحجر وهو افضل من الحجر. النبي كان يطوف بالبيت وكان يقبل الحجر وهو افضل من الحجر وافضل من البيت. لكن الله جعل هذه الاماكن والبقاع رمزا للدعاء، رمزا لعباده. في هالمكان هذا رمز، الله جعل هالبيوت هاي رمز. لهذا انا ارسل رجل ليدعو الله لي بالحائر الحسيني. قال له ما اذا كان ذاك صحيح. يقول انجلى عني الشك وانطيت الدنانير الى واحد ومضى الى ارض كربلاء ليدعو الله للامام علي الهادي. صور هاي كربلاء، هاي ارض التضحية. لما نزل الامام الحسين سلام الله عليه في كربلاء نزل واقبلت اليه ام كلثوم، اقبلت اليه قالت اخي ابا عبد الله. قال بلى اخي ماذا تريدين؟ قالت لاخي لما نزلنا هذه الارض دخل قلبي وحشة، صد انقباض، يعني انا احس بانقباض دخل الى قلبي. الحسين ترقرقت عيناه بالدموع يقول ها هنا تقتل رجالنا، ها هنا تسفك دماؤنا، هنا مصارع الاحبة. يعني هنا راح تراقد الدماء، تراق الدموع والدماء. لهذا السيد الرضي يقول كربلاء لا زلت كربا وبلا، ما لقي عندك آل المصطفى، كم على تربك لما صرعوا من دم سال ومن دمع جرى. يعني سالت عليها دماء ودموع، سالت على هذه البقعة دماء ودموع. الآخر يقول سلها بأي قرى تعاجلت العلا، نزلوا ضيوفا عند قصر فلاتها. الثالث يقول سل كربلاء كم من حشا لمحمد نهبت بها، وكم استجذت من يدي، ولكم دم زاك أريق بها، وكم جثمان قدس بالسيوف مبدد. وزينب سلام الله عليها حينما نزلت الى ذلك الوادي وادي كربلاء شعرت بان الخوف قد خيم عليهم، لانها ستبقى وحيدة بعد هؤلاء الصفوة. للغاضرية من اللي في عنايا، ولخيامنا بها بنينا، لفتنا العدا ودارت علينا، والكاتبتنا يا غدرت بينا، يا ناديت يا عزنا ولينا، يا حسين سدير بالضعينا، يا وشوف الجموع اقبلت لينا، يا وما غيرت لا يا كرايدينا، يا ومن تنذبح يا هو يحمينا، يا حسين ردنا للمدينة. يا بنيت الخيام، بنيت يوم الثاني من المحرم، وقوضت هذه الخيام يوم 11 من المحرم. بنيت الخيام زاهية بأهلها، وقوضت
حررت الخيام وليس مع النساء احد. هذه زينب اللي خرجت ومعها ابو الفضل العباس ناشرا لواءه امامها حاملا سيفه هازا لسيفه بوجه زينب بنت علي بن ابي طالب. واصبحت يوم 11 من المحرم ليس لها محام ولا كفيل. خويا ما ادري الدهر غدار فجعني باخوتي الطيبين، اروح ميسرة للشام بذلة وتحمل العانين. خويا لو صاح اليتيم بصوت على راسه يضربونه يا خويا. خويا انا منين جتني الغاضرية، انا منين جتني الغاضرية وكلمة عدو صعبة عليا صعبة عليا وصفى علي باكا وبديا. لله كم من نكبة ومصيبة